دعاء العشر الأواخر من رمضان المستجاب بإذن الله تعالى. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من أنزلت القرآن في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليالي المباركة والطف بنا وأجرنا من النار. اللهم إنها العشر الأواخر، وإنا نسألك فيها ألا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا ممن أعتقت رقابهم. رب إنها العشر الأواخر وفيها لا ترد الدعوات. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، وبلغنا برحمتك ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في العشر الأواخر ممن غفرت لهم ورضيت عنهم وحرمتهم على النار وكتبت لهم الجنة، نحن ووالدينا وأهلنا ومن نحب. رب اشف مرضانا وارحم موتانا وحقق أمانينا وأعتقنا من النار. اللهم اهدنا في هذه الأيام لصالح الأعمال، واقض لنا فيه الحوائج والآمال. اللهم اجعلنا في العشر الأواخر ممن نظرت إليهم فغفرت لهم ورضيت عنهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا في هذه الأيام ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا في هذه الأيام العشر أبواب فضلك ورحمتك، وأنزل علينا فيها بركاتك، ووفقنا فيه إلى موجبات مرضاتك، وأسكننا فيها جناتك يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعلنا فيه من المقبولين، وأعده علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية. اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تخرجنا من هذه الأيام العشر إلا وقد غفرت لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطئنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك بفضل ليلة القدر وأسرار ليلة القدر وأنوارها وبركاتها أن تتقبل دعواتنا وأن تقضي حاجاتنا. اللهم يا الله ارزقنا فضل ليلة القدر وفضل قيام ليلة القدر. اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذه الليالي المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأفهامنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، وعند ختمه من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وقبلته، ومن سمعت دعاءه فأجبته. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيتي. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن ختامنا ويمن كتابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا ويسر حسابنا، وارزقنا جوار نبيك محمد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.